بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا. وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أحبة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم بحلقة جديدة من حلقات برنامج أهل القرآن. من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. أهلا وسهلا بكم أحبة المتابعين، نلتقيكم مرة أخرى بأولى فقرات هذه الحلقة من حلقات برنامج أهل القرآن، فقرة آيات ومعاني. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم في سورة الأنفال الآية 9 في الصفحة 178: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. هذه الآية نزلت في موقعة بدر التي كان القتال فيها بين المسلمين وبين المشركين، وهي أول غزوة وقعت في الإسلام، غزوة بدر المباركة. كان المسلمون يستغيثون إلى الله ويطلبون النصرة، فالله سبحانه وتعالى استجاب لدعائهم وأيدهم بالملائكة ب1000 من الملائكة مردفين. الردف باللغة أو في اللغة هو التتابع، أي 1000 من الملائكة أيد الله سبحانه وتعالى بهم المسلمين مردفين، أي متتابعين في نزولهم لنصرة جيش المسلمين. وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. أهلا بكم مرة أخرى في فقرة أحكام التلاوة. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز في سورة الإسراء المباركة الآية 79: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل، اللام في الليل لام شمسية تدغم في اللام التي تليها فتلفظ لام مشددة، فنقول الليل. الياء لينية لا مد فيها وصلا لكن نعطيها رخاوتها فنقول الليل. فتهجد يراعى ترقيق الفاء وترقيق التاء وترقيق الهاء وترقيق الجيم وضغط الجيم المشددة كي يظهر أنها حرفان وليست حرفا واحدا، فنقول فتهجد به. الدال
حرف قلقلة ساكن جاء في آخر الكلمة ووصلا يكون في وسط الكلام، فلو وقف عليها اضطرارا أو اختبارا تكون القلقلة قلقلة كبرى، فتلفظ هكذا فتهجد، وإن كانت هي ليست من موارد الوقف فهي في حال الوصل تقلقل قلقلة صغرى، فنقول فتهجد به، فتهجد به. به هاء الكناية أو هاء الضمير المفرد الغائب المذكر جاءت بين متحركين، سبقت بباء مكسورة وتبعت بنون مفتوحة، تمد مد صلة صغرى بمقدار حركتين تلحق بالمد الطبيعي، فنقول به نافلة لك. نافلة النون حرف ترقيق يرقق الألف بعده، فلا يصح أن نقول نافلة بل نقول نافلة لك. نون التنوين في نافلة جاءت متبوعة بلام متحركة، تدغم نون التنوين الساكنة باللام فتلفظ لام مشددة، فنقول نافلة لك إدغام بغير غنة، إدغام كامل. عسى عساء، عسى الألف فيها مدية جاءت في آخر الكلمة وتبعت بهمزة في كلمة أخرى، فالمد مد منفصل يصح قصره حركتان ويصح فيه المد 4 أو 5 حركات، فيصح أن نقول عساء ويصح أن نقول عساء. أي يبعثك نراعي ترقيق الهمزة فلا نقول بل نقول أي يبعثك. النون الساكنة جاءت متبوعة بحرف الياء تدغم إدغام بغنة، فنقول أي يبعثك. الباء حرف قلقلة ساكن جاء في وسط الكلمة فيقلقل قلقلة صغرى. أي يبعثك ربك، الراء مفخمة والباء مرققة يراعى ترقيقها، فلا يصح أن نقول ربك بل نقول ربك ربك. مقاما الميم مرققة يراعى عدم تفخيمها، فلا نقول ما بل نقول مقا، تبعت بحرف استعلاء مفتوح بعده ألف يفخم بأولى مراتب التفخيم. مقاما محمودا أيضا يراعى ترقيق الميم. ونون التنوين في مقاما جاءت متبوعة بحرف ميم متحرك، تدغم نون التنوين اللفظية الساكنة بحرف الميم وتلفظ ميم مشددة مع مراعاة الغنة، غنة من المرتبة الأولى، غنة أكمل ما تكون، فنقول مقاما محمودا. نتلوها بهذه الطريقة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. أهلا وسهلا بكم أحبة المتابعين مع ضيف جديد على مائدة القرآن. نرحب بالقارئ الحاج حسين غضبان الشمري. أهلا وسهلا بك أبو علي. أهلا وسهلا بكم. الله يحفظك ويسلمك. الله يحفظكم جميعا إن شاء الله. شرفتنا اليوم على مائدة القرآن. الشرف. الله يحفظكم. الله يحفظكم ويسلمكم. القرآن جميل، والارتباط بالقرآن لعله الإنسان يعجز عن وصف شعوره حينما يشعر بأنه هو مرتبط بالقرآن أو محسوب على القرآن. متى كانت البداية مع القرآن أبو علي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بدايتي مع القرآن الكريم في سنة 2005 عندما فتحت باب تقديم في العتبة العباسية المقدسة. سلام على أبي الفضل العباس. وكانت بدايتي من تلك السنة. نعم. ودخلنا في أحكام القرآن والتلاوة، دورات بأحكام التلاوة. نعم. وكان الفضل كبير للأستاذ رافع العامري. كانت دورة الكفيل. دورة الكفيل. نعم. الأولى والثانية. نعم. من الدورات الموفقة واللي كان لها أثر على الساحة القرآنية. واستمرت هذه الدورات ولها فضل كبير على جميع العراقيين. أكيد يعني نعم. لعله كل من سلك طريق القرآن أو الأغلب، هسه إن لم نقل الجميع، كانت انطلاقتهم من دورة الكفيل. نعم الأغلبية يعني، وخرجت أساتذة
أكيد. ومقرئين كثر. نعم، هي من الدورات اللي كان لها الأثر، العالمين. كان لها الأثر الكبير على الساحة القرآنية. بالضبط. أكيد يعني إحنا لما نسأل القارئ أنه هل كان للقرآن أثر على نفسك أو أثر على تكوين شخصيتك أو أثر على علاقاتك الاجتماعية، نحن لا نسأل سؤال الذي يريد أن يستعلم، وإلا هو قطعا بأن القرآن يهذب النفس. القرآن لابد أن يترك أثر على نفس قارئه، خصوصا إذا كانت القراءة بتدبر، وخصوصا إذا كان القارئ يريد أن يسير في طريق القرآن، وأن يعد نفسه من أهل القرآن أو من القرآنيين، فلا بد أن يكون له للقرآن الأثر الكبير على نفسه من حيث تصرفاته الشخصية أو علاقاته الاجتماعية أو علاقاته مع عائلته، علاقاته مع محيطه. أكيد راح يكون أثر. نسأل لكي نعرف هذا الأثر الذي تركه القرآن في حياة وشخصية القارئ الحاج حسين غضبان. نعم بالفعل، هو أكيد أثر كبير على نفسية الإنسان، وبالخصوص الإنسان المتدين. يعني هو بدايته متدين، وإلا لم يكن متدين لم يعرف هذا الشيء. أكيد. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم الثقلين. نعم، صلى الله عليه كتاب الله وعترتي أهل بيتي. نعم نعم. فالثقل الأكبر هو القرآن. أكيد. وعلى كل مسلم أن يتمسك بالقرآن. نعم. ويتعلم ويتدبر أحكامه وقراءته. أحسنت. بصورة جيدة وجميلة. أحسنت. نعم. هو القرآن مقوم للإنسان. تمام بالضبط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من أهل القرآن إن شاء الله. آمين رب العالمين. رب العالمين. غالبا ما تقرأ بالطريقة المصرية. نعم. اكو واحد من القراء المصريين تحس انه والله كثر يعني كثر يعني مثلا محمد صديق المنشاوي رحمة الله عليه، القارئ المرحوم مصطفى اسماعيل رحمة الله عليه. اكيد يعني القراء كلهم لهم اثر يعني أكيد. كبير. نعم يعني قامات قرآنية كان لهم الاثر بالساحة القرآنية، وحتى الطريقة العراقية. نعم. يعني عندنا قراء عراقيين ما شاء أكيد. الله كثر. أكيد الطريقة العراقية هي طريقة بس جميلة جدا. جدا. بس يحبب إلى نفسه يعني. هو القارئ يعني القراء يعني القراء منهم من يميل إلى الطريقة العراقية، ومنهم من يميل إلى الطريقة المصرية، منهم من تتلائم الطريقة العراقية مع صوته أكثر، ومنهم من تتلائم الطريقة المصرية مع صوته أكثر. بالضبط. وبالنتيجة هي الكل تقرأ القرآن، لا فرق بين الطريقة العراقية والطريقة المصرية، كلها تصب في مصب واحد، ألا وهو العمل لصالح القرآن ولنشر علوم القرآن ولنشر ثقافة تلاوة القرآن بين المسلمين. نسمع تلاوة من الحاج حسين غضبان بعض الآيات، ولكم الخيار إن كانت بالطريقة العراقية أو المصرية إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا ما شاء الله. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ما شاء الله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون
اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم أبو علي، الله يحفظكم جميعا إن شاء الله. أسعدتمونا اليوم بتواجدكم معنا على مائدة أهل القرآن. كان لنا الشرف أن نلتقي بالقرآني المخلص حسين غضبان الشمري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من أهل القرآن وأن يوفقكم في خدمتكم لكتابه العزيز إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم ولنا الشرف بكم. الله يحفظك أبو علي. الله يحفظكم جميعا. أحبتي، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة المباركة. حتى لقاء آخر، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا. وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات